حسين الشحات خارج قائمة المنتخب. فيتوريا مدرب منتخب مصر أعلن إن حسين الشحات إصابته تمنعه من المشاركة في كأس الأمم، رغم إن حسين الشحات مش مصاب. هو راجل مجهد وفي راحة سلبية، هيستعيد لياقته وكله هيبقى تمام. يعني حسين مش مصاب، طب ليه استبعد عشان الإصابة؟ رغم إن أعلن إن هو غير مصاب وإنه ما عندوش إصابة تمنعه من المشاركة في كأس الأمم مع المنتخب. هل استبعاد حسين الشحات من المنتخب مجاملة لبيراميدز ولا لا؟ هقول لكم كده شوية تفاصيل وانتوا عليكم الحكم. عندنا اتنين الشناوي حراس مرمى، احمد ومحمد الشناوي مصابين واتضموا لقائمة المنتخب. عمر كمال عبد الواحد مصاب واتضم لقائمة المنتخب. عندنا امام عاشور مصاب وبرضه اتضم لقائمة المنتخب. رغم ان دول اصابتهم معروفة ومعلن عنها ان في اصابة، لكن حسين مفيش اصابة، ورغم ذلك استبعد من المنتخب. فاحكموا انتوا، هل استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب مجاملة لبيراميدز عشان المشكلة اللي ما بينه وما بين نادي بيراميدز بسبب مشكلة الشيبي ولا لأ؟ هستنى حكمكم. في حاجة كده صغيرة عايزة اتكلم فيها معاكم على السريع، وهي تخص فرقة الكورة في النادي الأهلي. يعني عندنا مدرب للياقة، وعندنا مدرب فني، وعندنا كوتش. عايزين نفكر في حاجة تانية محدش فكر فيها قبل كده في مصر، وهي دكتور نفسي أو محلل نفسي بيشتغل مع اللعيبة نفسيا زي ما بنشتغل معاهم في اللياقة وفي البدني وفي الفنيات وفي كده. يكون محلل نفسي يشتغل مع اللعيبة نفسيا. يعني لعيبة الأهلي عليها ضغوط في الإعلام من الجماهير، ضغوط في الماتشات، ضغوط في السوشيال ميديا، عليهم ضغوط من كل ناحية. ساعات اللعيب بيبقى عنده مشكلة، في لاعب بيقدر يتحمل وبيقدر يعدي المشاكل دي وما بيحطهاش في دماغه وبيشتغل وبس، وفي لاعب لا، الحاجات دي بتأثر فيه. دور المحلل النفسي هنا يشتغل على اللعيب نفسيا، يتعامل معاه نفسيا، هو يعديه من الأزمات دي. احنا بنسيب الموضوع ده لمدير الكورة. لا، ومدير الكورة يعني ده مش شغله، لان برضه مدير الكرة ده ممكن يكون بيحب لعيب ما بيحبش لعيب، ممكن لعيب بيكون بيرتاح له نفسيا، ممكن يتكلم معاه في مشاكل تخصه وممكن لا. فالموضوع ده مع مدير الكرة مش هيبقى متزن، يعني هيبقى فيه برضه شوية اخطاء، لانه ممكن هيتعامل برضه بقلبه شوية مع لعيبة ولعيبة. لعيب بيحبه ولعيب ما بيحبوش، لعيب بيرتاح له ولعيب ما بيرتاحلوش. لكن المحلل النفسي ده شغله، بيقوم بشغله، مش بيتعامل بقلبه، وبيبقى راجل دارس بروفيشنال، راجل خبرة، بيعرف يتعامل مع اللعيب نفسيا. اللاعب اللي عنده أزمة، حتى لو أزمة شخصية، يعني حاجة شخصية، بيتعامل معاه، بيتكلم معاه، بيعدي من الأزمات دي، بيحاول إن هو يجدد له على طول الدوافع. والحاجات دي مهمة جدا في الكورة. يعني لعيبة الأهلي بيجي عليها وقت بتشبع كورة، ما بيبقوش عندهم دوافع. اللعيب بيبقى خلاص يعني عمل كل حاجة، هو حس من جواه ان هو عمل كل حاجة، يعني من كتر الماتشات والبطولات والضغط بيبقى اللعيب خلاص معنوياته بقت قليلة، دوافعه بقت قليلة. لكن المحلل النفسي بيجدد ده، بيشتغل مع اللعيب نفسيا بحيث ان هو يوصله للطموح، اعلى طموح. ودي حاجة كويسة وموجودة في أندية كبيرة في العالم، والحاجة دي بتساعد اللعيب ان هو على طول يبقى منتشي متجدد. ولو عنده مشكلة نفسية، مشكلة خاصة، مشكلة في النادي، بيحاول يتجاوزها. ولو اللعيب بيحط ودانه مع السوشيال ميديا والإعلام والكلام ده بيأثر عليه نفسيا وبيأثر عليه أكيد في الملعب، المحلل النفسي بيتعامل معاه وبيحل المشاكل دي. أتمنى من إدارة النادي الأهلي إن هي تفكر في الموضوع ده جديا، وأتمنى إن أزمة حسين الشحات تعدي على خير، واتمنى ان ما اسمعش حكايه مجاملات ومش مجاملات لبيراميدز على حساب لاعب متميز وفذ، ولاعب فعلا يستاهل ويستحق ان هو يكون في منتخب مصر، ومن اوائل الناس اللي تستحق ان هي تكون في المنتخب. لان احنا كلنا شايفينه حاجه الاعمى يشوفها. حسين الشحات متميز في مكانه، حسين الشحات لاعب يعتمد عليه،
حسين الشحات لاعب بيلعب بقلب، سواء للمنتخب او للنادي الاهلي. واتمنى ما يكونش الموضوع فيه مجامله، ان كفايه مجاملات بقى، يعني كفايه بصراحه. وبالنسبه لموضوع المحلل النفسي، يا رب اداره النادي الاهلي تفكر في الموضوع ده، لانه بجد ده هيفرق جدا مع اللعيبه نفسيا ومعنويا. وتجديد الدوافع دي حاجه مهمه، وحاجه ما يعرفش يعملها الكوتش، وحاجه ما يعرفش يعملها مدير الكوره. والشغل عليهم نفسيا دي حاجه برضو صعبه، حاجه محتاجه راجل بروفيشنال في شغل. والمحلل النفسي زي ما قلنا قبل كده على موضوع المهاجمين اللي بتيجي او اللعيبه اللي بتيجي من افريقيا، دي حاجه مش بدعه، دي حاجه موجوده في كل انديه العالم، ودي اللي مخليه الناس دي متقدمه عننا بسنين ضوئيه. ويا ريت الكلام ده يتسمع او يتشاف او يوصل. واتمنى لهم التوفيق واحلى مسا عليكم.